أول مرة دخلت فيها القهوة على أوروبا كانت بالصدفة؟ يمكن اليوم أوروبا مشهورة بالكابتشينو والإسبريسو، بس هل كنتوا بتعرفوا بأنه أول مرة دخلت فيها القهوة على أوروبا كانت بالصدفة؟ القهوة بلشت رحلتها من الشرق، من اليمن تحديداً، بس دخولها لأوروبا كان عن طريق مدينة البندقية. التجار الإيطاليين واللي كانوا مشهورين بشطارتهم كانوا يجيبوا القهوة من الشرق الأوسط، ولكن الناس بالبداية خافوا منها، كانوا يسموها مشروب العرب، وبعض رجال الدين طالبوا البابا بتحريمها لأنه كانت غريبة وبتنشط الجسم. ولكن البابا كليمنت الثامن قرر يجربها بنفسه قبل ما يحكم عليها، بس لما شربها قال جملته الشهيرة: هالشراب لذيذ جدا، لازم نمنحه البركة بدل ما نحرمه. ومن هون صارت القهوة مشروب أوروبا المفضل، وخلال أقل من قرن انتشرت المقاهي بإيطاليا، بفرنسا، بإنجلترا، وصارت القهوة جزء أساسي من الحياة اليومية الأوروبية. واليوم بنحسيب بيجمع بين الطابع الشرقي الأصيل والروح العالمية، فكل فنجان هو مزيج من التاريخ والنكهة. وانتو خبرونا، لو كنتوا مكان البابا كليمنت وقتها وجربتوا القهوة لأول مرة، تتوقعوا كنتوا رح تحبوها ولا ترفضوها؟ خلص فنجان القهوة لليوم، لاقونا بكرة بفنجان جديد.